والله العظيم استفدنا بزاف ديال الامور من هذا البلاء. اكيد ان الله سبحانه وتعالى ما تيرسل البلاء الا لسبب، ومما لا شك فيه ان الابتلاء تيكون لتمحيص القلوب، ما تيكون الا باش القلب يولي صفى من الماء. بعد ما العبد تيكون غارق في الذنوب تيتوب الى الله سبحانه وتعالى، تيرجع لله سبحانه وتعالى. وبلا ما نكذبوا على بعضنا كنا عندنا ذنوب، لكن يقدر يكون هذا البلاء علامة على حب الله عز وجل. نعم، حيت يحبك الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. اللي رضى وصبر فله الرضا، واللي بدا يتسخط وما على بالوش فله السخط. السؤال هو شنو استفدنا من هذا الزلزال، وشنو باقي غادي نستافدو؟ كاين الناس اللي زعزعهم الزلزال وهما وسط البيران واز قنينة الخمر في يديه، وكاين اللي زعزعهم الزلزال وهما تيديروا الفاحشه، وكاين اللي زعزعهم الزلزال هما فوق المنصه تيغنيو. ايدي من دانوت مزوضه يدويران. كاين اللي كانوا وسط فرح، كل واحد فين زعزعوا الزلزال. كاين اللي فهم الرساله وقرر يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويولي انسان جديد، اختار يكون من اللي قال فيهم الله سبحانه وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكاين اللي باقي في الغيبوبه قلبه قاصح. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. كاين اللي هزاز الزلزال وسط حفل موسيقي، ما خافت ما استغفرت الله، بدات كتضحك وقالت: واش هذا المكياج يستحق الزلزال؟ شوفوا ضربوني على المكياج، واش هذا المكياج كيستحق الزلزال؟ يا ربي ما قولوا لي وانا ضاربه على الحطه وداك الشيء، خيروا علينا كنغني والزلزال كيزلزل فيا. كاين اللي ما تحرك، ما دار ولا مجهود بسيط ولا مجهود صغيور، اش مقابل الناس اللي مخليه خدمتها، وكاين اللي يتحمل عناء السفر باش يمشيو ويعاونوا خوتهم المسلمين. الشيء الوحيد اللي يقدر يدير انه يشق على الصدر ديالهم ويتهمهم، يحكم عليهم انهم دايرين هادشي كله غير على قبل البوز، غير على قبل الكاميرات، غير على قبل الاضواء. هذا يعني ان هذا الانسان اللي تيقول هذا الكلام لو تعطاته هذه الفرصه غادي يدير هادشي اللي تيقول، لان قلبه مريض تيسحاب ليه الناس كاملين بحال. وكاين تجار استغلوها فرصه ودوبلوا الثمن او تريبل ديال الثمن ديال المقتنيات اللي غادي تمشي للمناطق المنكوبه، وهذو هما اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى وبر وصدق. كاينه هاد البادره اللي قلتي كيستغلوها شي ناس الله يسمح ليهم اللي ما كيخافوش الله. اول حاجه الناس الكبار زادوا في السلعه، بعدا اول حاجه السلعه اللي كنا كناخذوها بثمن زادوا الثمن ديالها. وكاين الناس اللي كيخافوا الله هنايا راه باقيين دايرين الثمن، زادوا شي شويه على داك الثمن اللي تزاد ديال الثوب هو اللي زادوا. وكاين اللي ما خافوش الله راه هما استغلوا الفرصه ولاو كيجيو عندنا حنا نيت هنايا كياخذوا السلعه بثمن قليل وكيتاجروا فيها. كاينين سماسرة تيتعرضوا للقافلات، تياخذوا السلع تيستوكيوها عندهم، ما تيخليوهاش توصل للناس اللي باقيين ميتين بالجوع، باقيين عضه ديال الخبز ما داقوهاش. وكاينين نصابه تياخذوا السلعه على اساس انهم مضرورين تيعاودوا فيها البيع. وكانوا مرضى القلوب، الوجهه ديالهم ماشي الخير، شهوتهم في الاطفال الصغار. شحال كبير هو؟ شحال
وكان تبذير في المواد الغذائية. اخوان هاد الناس انتوما شي الحوايج فين كيلوحوا فيهم، شي الحوايج فين كيلوحوا فيهم انتوما الاخوان، الحوايج فين كيلوحوا فيهم. الناس راه في الداخل موقع عليهم والو، الناس راه ملي موقع عليهم وكيسيطوا هادشي راه هما محتاجين على هادو. الاخوان الله يرحم لكم الوالدين اللي بغى يطاوع بالترونسبور، حنا في شفارني حاصلين هنايا وحاطين هذا الشيء، بغينا غير نقضوا غير المواد الغذائيه نديوهم نحيدوا هي هذا الشيء اللي كيتكال تيبقى غير الغطاب بوحدو. الله يجازيكم بخير الاخوان، راه الجو ديال الشتاء وعاد تقوم. والزلزال والبلاء راه ماشي عقاب للمؤمنين، بل هو رحمة بالمؤمنين وعقاب للكافرين. يعني الله عز وجل نزلوا لنا رحمة بالمؤمنين. وشفنا شلا انواع ديال الشر وشلا انواع ديال الناس قلوبهم قصح من الحجر. راه الحجر والصخر كيتفجر منه الانهار، كيتشقق وكيخرج منه الماء. الجبال اللي كتوزن الاطنان كتهبط من خشية الله. لكن صاحب القلب القاسي ما كتأثر فيه لا موعظة الموت ولا رؤية الأموات، ويقدر يهز الجنازة بنفسه ويرمي عليها التراب. لكن السير ديالو بين القبور كالسير بين الأحجار. الذنوب ديالو بحال شي سور كبير بزاف، تيحجب عليه كل شيء، تيدرك عليه كل شيء، ما تيشوف والو، ما تيشوفش الله سبحانه وتعالى اللي تيشوف فيه. نعيم الجنة، عذاب النار، كيد إبليس، تحصر الملائكة عليه، هادشي كله ما تيشوفوش. لكن الحمد لله رغم هادشي كله ووسط هادشي كله بان بزاف ديال الخير. وسط هاد الابتلاءات كلها وهاد الشر كله اللي شفنا تعلمنا بزاف ديال الدروس. هادشي تيذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما تيقولوا رب ضارة نافعة. الأنهار والشلالات اللي كانت ناشفة من الماء نعم علينا الله سبحانه وتعالى بمياه جديدة، مياه عذبة. هذا الماء الحمد لله ما خرج حتى ضرب الزنزال ديك الليله فاش خرج هذا الماء، هذه البركه هذه. راه من 86 ما كاينش الماء، راه الشجر كاع ناشفين. المغاربة كاملين ولاو كالجسد الواحد، وهادشي ما غريبش علينا، هادشي معروف علينا الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هادشي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المغاربة أصحاب القلوب الرحيمة، تحركت قلوبهم وتحركوا وكل واحد باش ساهم. بزاف ديال القوافل محملة بمساعدات غذائية ولوجستيكية من جميع المدن المغربية. وحتى المغاربة اللي عايشين خارج المغرب ما قصروش، كل واحد دار داكشي اللي قد عليه. ومساعدات من الدرك الملكي والجيش والسلطات. وكانت فرصة لينا باش نزوروا القرى المنسية ونشوفوا الناس فين عايشة ونتذكروا نعم الله عز وجل علينا التي لا تعد ولا تحصى. وشفنا بعينينا مفهوم القناعة، الناس كيف عايشين حامدين الله، باغيين ما ياكلوا ويتغطاو على البرد. ولعلها فرصة باش نبقاو متحدين كالجسد الواحد. وهاد الناس اللي في القرى المنسية ما نساوهمش، وفقنا الله عز وجل علاش لا يولي عندهم حتى هما سكن لائق. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والسلام عليكم.